اهلا وسهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده جايه لكم بقى بفسحه في اسكندريه ببلاش. يعني دايما بتسالوني عن مختلف الاماكن ومختلف اسعارها. النهارده جايه لكم خروجه وفسحه، هنتمشى مع بعض على كورنيش اسكندريه من غير فلوس خالص، وكمان هقول لكم اماكن الناس بتخرج فيها وتغير جو من غير اي حاجه. ده غير كمان زي ما حضراتكم شايفين جمال البحر مع المراكب والسماء. سبحان الله ايه الجمال ده بجد، والهواء جميل في اسكندرية والجو حلو قوي. يلا بينا بقى نبدأ فيديو النهاردة، بس فضلا وليس امرا لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش ان انتوا تعملوا اشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو. يلا بينا بقى نبدأ فيديو النهاردة. انا موجودة فين؟ انا موجودة في اسكندرية وبتمشى معاكم على الكورنيش، وقلت بقى ان انا اصور لكم. انا موجودة بالتحديد في جليم في اسكندرية. بدأت كده من بعد كوبري جليم وهفضل اتمشى لحد كوبري ونفق سبابش. انا وانا ماشية شايفة جمال البحر والمراكب. يعني انا بصور بالليل ومش عارفة بقى الكاميرا باين فيها المراكب كلها، كل مركب لون غير التاني، وجمال السماء. المكان اللي انا موجودة فيه ده، المكان ده ما بين جليم باي وما بين سبا باشا ونوادي سبا باشا. المكان ده في النص كده في ايه بقى؟ في شاطئ جليم العام، او اللي هو ب5 جنيه، التيكت بتاعته 5 جنيه فقط. وده كمان هتلاقوا الفيديو بتاعه على القناة وصورنا فيه. وبعده على طول شاطئ جليم السياحي المميز قوات مسلحة، ده برضو صورته ونزلته على القناة هتلاقوه موجود. وصورت لكم كمان مشكلة النفق اللي موجودة ونزلتها على القناة. وبعد كده قلت بقى اتمشى واصور لكم منطقة جليم في اسكندرية للناس اللي ما تعرفش منطقة جليم في اسكندرية، بس صورتها لكم على الكورنيش. منطقة جليم في اسكندرية زي ما حضراتكم شايفينها كده، بتبتدي من اول هناك كده من اول جليم باي. وجليم باي ده طبعا ناس كتير عارفاه وناس بتجيله من بره اسكندرية، وهنروحه برضو في يوم. المكان برضو اللي انا موجودة فيه ده المفروض دي كانت دخلة شاطئ، بس انا مش عارفة ان انا اصورها لكم كويس قوي لان في ناس كتير واقفة. دخلة الشاطئ دي كانت معمولة للمكان ده وما بقاش في شاطئ في التصليحات الجديدة، وبقى عبارة عن كوبري كده، والكوبري ده كمل كافيهات وكمان قبله 2 شاطئ. المهم بقى ان هناك كده بعد جليم باي ده للناس اللي برضو ما تعرفوش، الناس اللي عارفاه هو مجمع مطاعم وكافيهات على البحر على طول. القعدة فيه ممتعة جدا، وقعدة للناس اللي بتحب القعدات الحلوة فيك الرايقة. بعد كده لو مشينا ورجعنا لورا شوية هنلاقي زي ما قلت لكم شاطئ جليم العام. بعد شاطئ جليم العام هنلاقي على طول جنبه شاطئ جليم السياحي المميز، وده موجود فيه 2 كافيه منهم ال2 اللي فوق بعض اللي احنا شايفينهم دول. فانا اتمشيت كده وصورت لكم، وجيت هنا كمان صورت الاطفال دي كانت بتعوم في مكان غير مسموح فيه اصلا العوم، وده اتكلمت عنه بتفصيل في فيديو على القناة لان ده خطر جدا وغير مسموح، وهو اصلا ده مش شاطئ. المكان اللي انا موجودة فيه ده عبارة عن مكان مفتوح، كان المفروض يبقى شاطئ بس اتحط فيه صخور وبقى دور علوي كده، الناس بتنزله بالسلم وبتقعد اللي هي قاعدة عايزة تشم هوا بس مش عايزة تقعد في مكان غير المكان هنا مش بفلوس خالص. الناس اللي عايزة تشم هوا عايزة تتمشى قدامكم البحر على طول، على يمينكم جليم باي وشواطئ، وعلى شمالكم سبا باشا ونوادي سبا باشا. مكان حلو جدا، غير قدامكم على طول المراكب بألوانها والبحر هادي خالص، غير ان البحر خلاص ما بقاش فيه في اسكندرية الامواج العالية. بس المكان ده ركزت عليه شوية بسبب ان الموضوع اللي قدامنا ده خطر جدا. الاطفال بتغير وتلبس تحت الكوبري او تحت الممشى ده والكافيهات دي وتنزل البحر في مكان خطر، والمكان ده كله صخور. دي الحاجة الوحيدة اللي هي زعلتني جدا في المكان، هي ونفق جليم برضو اللي انا نزلته لكم. هتلاقوا الفيديوهات دي كلها انا متكلمة فيها بالتفصيل في القناة. ولكن المكان كمكان سكني هو حلو جدا. المكان المكانية فيه شيك وحلوة وعلى البحر على طول، هنصورها دلوقتي واحنا ماشيين. ده غير الكافيهات والبحر حلو قوي، وشايفين الناس كده قاعدة مستمتعة، يعني الطبيعة مفيش بعد كده.
اصلا البحر كده لما تيجوا تروحوه مفيش حد في اسكندرية يبقى مخنوق ولا عنده اكتئاب غير ما ينزل يروح على البحر يرجع على طول سعيد ومبسوط من البحر وجماله. وكمان القعدة هنا رايقة قوي. واللي هناك دي نوادي سبا باشا، هنروح لها دلوقتي واحنا بنتمشى، وبرضه هنصور هناك، بس طبعا عشان ما اطولش عليكم الفيديو هتلاقوه الفيديو الجاي. دي القعدة بقى اللي كله بيتكلم عليها، اللي في ناس كتير بتقعد. والمكان ده بفلوس ولا مش بفلوس؟ لا، المكان اللي في النص ده اللي هو ما بين الحاجتين اللي انا قلت لكم عليها، المكان ده مش بفلوس خالص. بس اللي عايزة اقوله ان المكان ده خطر جدا نزول البحر فيه، لان هو مش شاطئ بس في ناس بتنزل فيه البحر. وطبعا المراكب اللي حضراتكم شايفينها دي، المراكب دي بتتأجر، او اللي عايز ياخد فسحة في البحر بالمركب بياخد فسحة، وبينزلوا بالقوارب دي او بالمراكب دي البحر. وبتبقى طبعا لأماكن محددة بتعرفوها أول ما تاخدوا المركب، وممكن تاخدوها من أي مكان موجود هنا في جليم. والمراكب دي موجودة دايما، وبالليل بتركن في نص البحر زي ما حضراتكم شايفين كده، مش بتركن على الشاطئ ولا حاجة. وكمان بصوا شايفين سبحان الله وانا بصور كده جمال السما مع المراكب والبحر والكافيهات والمطاعم من ناحيتين، حاجة ممتعة جدا. انا ورايا على طول العربيات، ورايا طبعا العماير والاماكن السكنية اللي موجودة في جليم. هوا انا مش قادرة اوصف لكم الاستمتاع اللي انا حاسة بيه وانا بصور ده. غير كمان المكان ده انا ما نفسيش بصراحة المكان ده يقلب كافيه، عشان لو قلب كافيه هيبقى الناس اللي قاعدة ومستمتعة بالبحر دي هتبقى محتاجة ان هي تدفع فلوس عشان تدخل الكافيه او تدخل المكان ده. فانا حابة ان المكان بس ان هو يتوضب ويبقى احسن من كده، ويبقى عليه رقابة سواء من الاهالي او رقابة امنية، عشان محدش ينزل البحر ويحصل له حاجة في مكان خطر. في نفس الوقت المكان يفضل مجاني لأي حد عايز يخرج ويستمتع بجمال البحر، يخرج ويستمتع بجمال البحر، والناس تقعد على البحر كده، تلاقي مكان ان هي تقعد فيه ويكون مجاني ومن غير فلوس، والناس حابة ان هي تصحى. وانا بتمشى كده على الشاطئ لقيت لكم ايه؟ لقيت لكم العربية دي بتعمل مشروبات سخنة، وكمان بتعمل مشروبات ساقعة وعصاير طبيعية. العربية دي بتاعت مؤمن وجاسر. لو جيتوا اسكندرية وتمشيتوا في جليم على البحر هتلاقوا العربية دي بعد نفق جليم على طول، يعني تطلعوا من نفق جليم وترجعوا لورا كأنكم رايحين على سبا باشا، بتتمشوا مش ناحية جليم باي، الناحية العكسية. هتلاقوا العربية دي بتاعت جاسر ومؤمن. العربية دي فيها جميع المشروبات اللي انتوا عايزينها، وهم حاجتهم نضيفة وكويسة جدا. بيعملوا مشروبات سخنة، حابين تشربوا شاي، قهوة، نسكافيه، كوفي. بيعملوا كمان العصاير الجديدة الطبيعية، وكمان شفت عندهم اندومي وسألته قال لي ان هم كمان بيعملوا اندومي. وبتاخدوا المشروب بتاعكم. شايفة الناس اللي قاعدة على سور البحر دي كلكم تاخدوا المشروب بتاعكم بقى، وبتقعدوا كده من غير فلوس خالص، منكم للبحر والمراكب والهواء والسماء والجو الحلو ده. سبحان الله على الجو الجميل اللي ربنا خلقه لنا، طبعا دي نعمة كبيرة من ربنا. بس وبعد كده رجعت تاني اتمشى. بصوا انا عمالة اتمشى، وبرضو المكان كله راكن فيه المراكب بالمنظر اللي حضراتكم شايفين ده في نص البحر. لو هتسألوني انا نفسي في ايه وانا واقفة في المكان ده، بصراحة نفسي المساحة دي كلها من بعد الشواطئ وجليم باي لحد الوادي اللي موجودة في سبا باشا، المكان ده كله يتوضب اكتر واكتر ويكون احسن، ويفضل مجاني من غير تيكت وفلوس خالص، عشان الناس اللي بتيجي هنا في المكان ده. على فكرة انا قلت لكم ان هو في جليم، وفي وش على طول قباني للاساسات هتلاقوه برضو موجود. نفس المكان ده بعد ما يتوضب يفضل برضو من غير تيكت ومن غير فلوس خالص، عشان الناس اللي بتيجي تقعد وعايزة بس ان هي تقعد على البحر تشوفه وتستمتع بالهواء وجمال البحر وتسهر في المكان، يفضل برضو من غير فلوس. بعد ما اتمشيت كده شوية لقيت المكان ده زي كافيه كده بقى. احنا كده خلاص قربنا ناحية هناك النوادي دي وسبا باشا. شايفين المكان ده بقى كافيه، في ناس فيه بتصطاد، والناس بتصطاد بالليل، واللي اكتشفته ان الناس بتصطاد بالليل عادي وبيبقى فيه سمك. انا كنت فاكرة ده في النهار رغم ان انا اسكندرانية، بس اول مرة اعرف الموضوع ده. وهنا بقى في كافيه، بس القعدة هنا بقى بالمشروب، يعني ما ينفعش الناس تقعد هنا غير بالمشروب.
وده كده احنا لسه بنتمشى برضو. الناحية التانية في مطاعم وفي محلات ايس كريم ومحلات عصاير، انا برضو صورتها لكم. ده كده الناحية السكنية اللي منها على طول للطريق العربيات وكمان بحر. وده السلطان ايوب، ناس كتير بتسأل عليه بس هو تقريبا بيعمل تصليحات او لسه بيعمل الافتتاح. وهنا في بيتزا، وفي لو حبيتوا تقعدوا على البحر وما تشتروش اي حاجة من الكافيهات، عندكم ورا محلات عصاير ايس كريم مطاعم، وكلها دي بالسعر الطبيعي طبعا، مش زي سعر البحر، بيكون سعر سياحي. يلا بينا بقى برضو نكمل. بصوا ده كله كده، ده كده ابتدينا بقى في المكان اللي احنا بنقعد فيه، وينفع ان انتوا تتمشوا فيه لكن القعدة فيه بالمشروب. وده الطريق كده بتاع جليم والاماكن السكنية. بصوا الجمال تحفة، الابراج اللي على البحر على طول في جليم تحفة. احنا كده طبعا رايحين في سكة سبا باشا، يعني بنرجع لورا. وطبعا هروح سبا باشا هصور لكم بقى النوادي اللي موجودة في سبا باشا وهنزلها لكم على القناة. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بيه، واتمنى كمان ان انتوا تدخلوا على القناة تشوفوا بقية الفيديوهات اللي موجودة. وكمان اكتبوا لي كومنتات حابين ان انا اصور ايه في اسكندرية، واستنوا الفيديوهات الجاية. ولو حد دلوقتي ما عملتوش لايك اعملوا لايك، والناس اللي لسه ما اشتركتش في القناة وما عملتش تفعيل الجرس اعملوا اشتراك تفعيل الجرس. واشوفكم فيديو جديد على خير، واتمنى دايما الفيديوهات تكون بتعجبكم، ومع السلامة.